هل تتخيلوا إنه في مكون بسيط ممكن يكون هو سر نكهة عشرات الأكلات العربية؟ صلصة البندورة، الأساس اللي بنبدأ فيه أطباق مثل الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا البيضاء، البامية، الكبة بالمرق، وحتى شيخ المحشي. ريحة الثوم وطراوة البندورة ولمعة الزيت رح نعملها على أصولها، خطوة بخطوة وبكل حب. المكونات: 6 حبات بندورة حمراء ناضجة، ملعقتان كبيرتان معجون طماطم، 4 فصوص ثوم مفروم ناعم، 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، نصف ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود، ملعقة صغيرة سكر. أول شي نغسل البندورة منيح ونقطعها الأنصاف، نحطها بالخلاط الكهربائي ونخلطها حتى تصير عصير ناعم تماماً. بعدين على النار نحط قدر ستانلس ونضيف زيت الزيتون، ولما يسخن شوي ننزل عليه الثوم المفروم ونقلبه لحد ما تطلع ريحته الزاكية. هسه وقت السحر نضيف عصير البندورة ونحرك شوي، وبعدين نحط فوقه معجون الطماطم، نرشه برشة ملح، رشة فلفل أسود، وملعقة صغيرة سكر، ونتركه على نار هادية يتسبك ويغلي شوي شوي. بعد 15 دقيقة بيكون عندنا صلصة حمرة كتيفة ناعمة وجاهزة تدخل بأي أكلة عربية وتخليها اللذ. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو واشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس لأن الجايات أطيب. وبالهنا والعافية.